السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم والمساء. شوف، إذا كتب الله لك رزق لا يمكن لأحد في الدنيا أن يمنعه عنك، ولا أحد يأخذه منك. رزقك اللي كاتب الله لك يجيك، وشيء اللي الله سبحانه وتعالى ما كتبه لك لن تتحصل عليه لو مشيت بيديك ورجليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اسمع إلى هذه القصة العجيبة، تتعجب منها مثل ما أنا تعجبت. كان محمد ابن عبد الملك الزيات وزيرا عند الواثق، وكان وزيرا ذا مال وذا جاه وذا حظوة عند السلطان، عند الخليفة. وكان يعني ليس بينه وبين الخليفة أحد، يعني يخاطب الخليفة مباشرة. فكان له جاه وعنده ثراء. لكن سبحان الله، يقولون كان على هذه المكانة وعلى هذه الأموال التي عنده كان بخيلا لئيما، لا يعطي أحدا درهما ولا يقدم خدمة للناس، ما ينفع أحد، ما ينفع لنفسه. سبحان الله، يعني تجد كثير من الناس ما عنده كثير جاه، ما عنده، لكن يبذل، يكلم ذا ويكلم ذا ويسعى في أمر ذا ويسعى في أمر ذا، ويبذل مما يعني عنده من مال حتى وإن قل. فالكرم ليس له علاقة بالمال والقلة. كم من إنسان يعني قدر له في رزقه ولكنه يبذل، وكم من إنسان أعطاه الله الأموال ولكنه يبخل، ومن بخل فإنما يبخل على نفسه، نسأل الله العافية والسلام. يقولون كان لئيما، لا يعطي سائلا ولا يكرم ضيفا. المهم، دخل عليه في يوم من الأيام في مجلس الوزارة. طبعا مجلس الوزارة هذا مجلس عام. دخل عليه رجل يقال له عبد الله الهبيري. دخل وجلس في مجلس الوزير هذا، يعني ينتظر أن الوزير يعطيه شيء، ينتظر، يعني جلس يوم يومين ثلاثة، يرغب أن الوزير إما أن يعطيه أو يعني يشوف له وظيفة أو كذا. وظل يتردد على مجلس ابن الزيات، وابن الزيات يرمقه بعينه، فعرف مقصده، عرف أن الرجال يدور فضل الله، يعني يبغى شيء، يبغى حاجة. فقال لي عامل عنده، هذا الوزير قال لي أحد عماله: اذهب إلى الهبيري. قال: اذهب إليه وقل له: قد عرف سيدي بغيتك، ولئن جلست عاما كاملا في هذا المكان لن تنال منه درهما ولا دينار. بس توكل على الله، قل له. قال: يا سيدي، والله إني أستحي أن أقول لرجل قد أملك مثل ذلك. رجال في وجه حياء، يقول: والله إني أستحي إني أرد رجال يعني جاي يدور، يعني ما عندك من فضل بمثل هذا الكلام. قال: قل له ما أقول لك، اذهب. هذا العامل استحى، أخذ 3000 درهم من عنده من ماله الخاص، وذهب إلى الهبيري، عبد الله الهبيري، وأخذه على جنب وقال: اسمع يا عبد الله، هذه 3000 درهم مني أنا، من مالي الخاص، واذهب إلى حال سبيلك. قال: من مالك؟ من عندك؟ قال: نعم، من عندي. قال: ما جئت لأطلب منك، إنما أردتها من الوزير. قال: اسمع، خذ هذه وتوكل على الله، ترى الوزير ما هو يمك، والوزير يعني الحقيقة قال لي كلام، لكن أنا أستحي أن أنقله إليك. قال: لا، قل ما قال، قل وش قال. قال: والله إني أستحي أن أقول. قال: لا، قل. قال: يقول لك: قد عرف بغيتك، ولئن جلست في هذا عاما كاملا لن تنال منه درهما ولا دينار. هذا كلام صراحة. قال: قد سمعت ما قال، أو أنت مؤد عني ما أقول؟ أنا سمعت كلامه، توصل الكلام اللي يقول لك؟ قال: والله لا أقول له. قال: اسمع، قل له: لقد كنت آتيك في كل يوم مرة،
لكن بعد كلامه هذا لآتينه في اليوم مرتين صباح مساء ولأجلسن له في هذا، وليس أقل من أني أنغص عليه. يقول إذا ما استفدت شيء أقلها بس كذا أنكد عليه أخليه يتصبح بي ويتمسى بي كل يوم أقابله. وقل له إني ما أتيت لشخصي، أنا ما جيتك عشان أنت شخصك أنت ولا نعرفك أنت ما فيك خير، لكني دخلت البيت من بابه ودخلت أطلب الرزق، وإني أعلم أن هذا المكان هو باب رزق لمثلي. أنا أصلح أن أكون وزيرا، أميرا، كاتبا، أنا رجل أعرف من قدري، هذه صنعتي، وجئت أطلب الرزق ليس منك وإنما أخذا بالأسباب. الله سبحانه وتعالى يقول وأتوا البيوت، الله سبحانه وتعالى يقول وأتوا البيوت من أبوابها، وأنا دخلت على هذا الرجل وأنا أحسبه بابا من أبواب الرزق لمثلي. قل له ذا الكلام. قال والله لا أقول له، أبشر. فذهب هذا العامل إلى الوزير بن الزيات وقال له يقول لك الهبيري كذا وكذا وكذا. قال خليه، والله جات عناد، ها والله لا يقعد 10 سنين ما يذوق ريال، عناد السالفة، خليه يقعد. فصار عبد الله الهبيري يأتي صباح مساء إلى مجلس الوزير ويجلس في الصالة ويقعد بس كذا يوريه وجهه. وكان ابن الزيات كلما أقبل قال جاء الخبيث، جاء الكريه، جاء اللئيم، كان يتضجر من رؤيته. يقول الكاتب هذا، يقول وظللنا على ذلك زمنا. يقول في يوم من الأيام ذهبت أنا والوزير بن الزيات للخليفة الواثق. طبعا ابن الزيات له لقاءات مستمرة دورية مع الخليفة. يقول فدخلنا قصر الخليفة وأنا جلست في إحدى المقصورات، يعني مكان مخصص لمثلي، ودخل الوزير بن الزيات على الخليفة ثم مكث يعني وقت وخرج. يقول فلما خرج رأيته متعجبا يصفق يدا بيد، وقد يعني تغير لون وجهه، ويقول والله ما رأيت مثل اليوم عجبا، ما رأيت مثل اليوم عجب. يقول فقلت له وما ذاك يا سيدي؟ قال لما دخلت على الخليفة قال للخليفة يا محمد أريدك أن تنتخب لي رجلا يصلح أن أوليه مصر، يعني تنقي لي واحد، تختار لي واحد، ترشح لي واحد. يقول فغاب عني كل أحد. يقول فظللت واجما أنظر الخليفة أطالع فيه. قال ويحك ولا أكلمك. يقول فقلت له نعم سيدي. قال أولا بقول لك انتخب لي رجلا. يقول فانتفضت وقلت له نعم عبد الله الهبيري. قال من؟ عبد الله الهبيري. ها نعم الرجل، إني أعرفه وأعرف أباه، هو وأبوه كلهم يعني كانوا يعملون عند الخلفاء. قال نعم الرجل هو وأباه، وأخذ يثني عليه. قال نعم أحسنت الاختيار. يقول فلما رأيت الخليفة يثني عليه اشتفقت وقلت لا يا سيدي إني قصدت عبد الله الزبيدي وليس الهبيري. فقال من الزبيدي؟ عبد الله. لا عرفت. لا نعم الرجل، لكن ما يقارن مع الهبيري. لا الهبيري أفضل. لا. يقول فأخذت أرادد الخليفة وأقول لا ذا ما يصلح، ذا ما أدري شنو. فتفطن له الخليفة مو بسيط. قال ما شأنك؟ ما بينك وبين الرجل؟ في شيء بينك وبينه في علم؟ طبعا ما يستطيع أن يكتب على الخليفة. يقول فقلت والله يا سيدي لم يكن بيني وبينه إلا كذا وكذا وكذا وكذا. يقول أخبرت القصة كاملة. يقول فضحك الخليفة ضحك. يقول زاد ذبحني يوم ضحك. قال والله لقد رزقه الله رغما عن أنفك. الخليفة يقول
انبسط الخليفة وقد يضحك وتعجب من هذا الموقف. يقول فلما رأيت يعني ضحك الخليفة وخلاص يعني أنا صرت يعني يعني أرمي بآخر أوراقي، قلت يا سيدي ولكنه رجل فقير وأخشى أن مثل هذه الإمارة تفتنه، يعني إمارة مصر وكذا هو ما عنده شيء. يقول فضحك الخليفة قال قد أمرنا له ب100,000 درهم، وأخذ يضحك ويقول قد رزقه الله إمارة وأموالا رغما عن أنفك أيها ابن الزيات. وهو أخذ يضحك الخليفة. يقول ابن الزيات يقص هذا الخبر لعامله العامل اللي عنده، يقول ما رأيت مثل اليوم عجبا. أنا طقت باسمه، يقول لقربه مني كان جاي في وجهي يوم كلمني الخليفة ما استحضرت اسم الجني هذا. يقول ونال الهبيري ما نال من إمارة وأموال وحظوة عند الخليفة رغم كيد الكائدين ورغم حسد الحاسدين. شوف الرزق اللي كاتب الله لك تاخذه، اهدأ وقر بذلك عين، بس خلك مع الله ولا تبالي. والله انهم يلفون ويدورون ويكيدون ويطلعون وينزلون، تجي مكايدهم عليهم وينجيك الله وتأخذ ما قسمه الله لك رغم كيد الحاسدين. أسأل الله أن يرزقني وإياكم من حيث لا نعلم ولا نحتسب وفوق ما نرجو ونتأمل، وأسأل الله أن يقيني وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.